عليكم البنات، واش راكم حبيباتي؟ ان شاء الله كامل يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو عاودت رجعت لكم فيديو جديده ان شاء الله تنال اعجابكم. وشوفوا البنات، الفيديو هذه راهي فيها بزاف اجوبه على الاسئله اللي كنتوا طرحتوهم لي في الفيديوهات السابقه. ان شاء الله نجاوبكم عليها كامل يا ربي وتستفادوا منها. بديت لكم بهذا ليكستراكتور دو جو هذا البنات اللي كنتوا طلبتوه مني بقوه. راني جبته وراني قاعده نحل فيه باغ بياس كيما راكم قاعدين تشوفوا البنات. هذا هو الميكانيزم اللي راهو يخدم فيه كيما راكم تشوفوا، ما فيهش آلة حادة ابدا. هذا فيه هذاك الكاوتشو هو اللي يكرازي لكم الحبه نتاعكم تاع الجو ويعطيكم العصاره اللي تكون فيها. يعني تضمنوا انه هاد ليكستراكتور دو جو هذا ما يقضي لكمش ابدا على هذيك على هذيك الفيتامينات اللي تكون في الفاكهه تاعكم. هذه هي اهم حاجه يعني في ليكستراكتور دو جو. اللي هنايا البنات كاينه وين الكادنه محلوله وكاينه وين مغلوقه. بالنسبه للناس اللي ما يحبوش الجو تاعهم تكون فيه هذيك لا بولب، يغلقوا هذيك الكادنه، واللي يحبوا الجو تاعهم يخرج لهم بهذيك لا بولب يحلوها وهذا ما كان. يعني هذاك هو الميكانيزم كامل اللي يخدم به ليكستراكتور دو جو. هذا اسمه مولينكس كيما راكم قاعدين تشوفوا. بيان سور مولينكس راهي اون مارك اللي غنيه عن التعريف. مانيش انا اللي رايحه نعرفها يعني، والله نوفيها حقها. مولينكس يعني من قديم الزمان اون مارك عالميه معروفه. كيما هكا تشوفوا راني قاعده نستالي في الميكانيزم هذا تاعو. يغلق بهذه الطريقه. عندكم هذا الاغلاق هذا تاعو كيما هكا من الفوق فيه. كاين لهنايا البنات دو فلاش كيجيو هذوك لي دو فلاش مع بعضهم في نفس الاتجاه. تعرفوا بلي راهو الروبو تاعكم يعني خلاص راهو تغلق باحكام وتقدروا تشعلوه، يعني تبرونشيو لا بريز تاعكم وتكليكيو على البوطون هذه الغوج نورمال بكل سهوله رايح يشعل لكم. لهنايا البنات يعني الحاجه المميزه فيه انه كاين وين يعصر لكم الفاكهه، وكاين وين يعصر لكم لي ليغوم تاعكم، وكاين وين يخدم السوربي. هذا هو يعني الميكانيزم اللي يخدم لكم السوربي هذا اللي راني قاعده نعس لكم فيه. تحطوا هذيك الاله اللي ترحي الداخل وتغلقوا عليها، يعني مجرد ما انكم تجمدوا الفاكهه اللي حابين تخدموها نورمال تحطوها في الروبو تاعكم ويخرج لكم السوربي تاعكم عادي جدا كيما هكذا. شوفوا لهنايا البنات كاين بوطون وين قاعده نعتلكم انه هذاك الميكانيزم تاعو قاعد يدور عكس الاتجاه الصحيح. التما انايا في الاخير نحط شويه نتاع الماء ندوروا عكس الاتجاه نتاعو، يعاود يخرج لي كامل البقايا تاع الفاكهه اللي تقعد لداخل. هذا ما كان. هذه لابغوس البنات اللي تجيكم معاه، هذه تسهل عليكم تنظيف الروبو تاعكم. تنظيف يعني نقصد الميكانيزم تاعكم. بيان سور الروبو تاعكم راهو ما يتقاسش بنقطه نتاع الماء، غير شيفون ميكروفيبر ببرودوي هذاك تاع اياكلين ولا لا شتا. يعني هذيك شيفون تاعكم ديروا فيها شويه سائل الاواني، فقط قطرات من الماء وشويه تاع سائل الاواني وتمسحوا كامل الروبو تاعكم. نهضر لكم على الميكانيزم هذاك كي تنحيوه، هذاك اللي تقدروا تحطوه صح تحت الماء وتغسلوه بهذيك لابغوس وسائل الاواني. بيان سور ما تستعملوا حتى برودوي فيه، هذه حاجه يعني باينه ومفروغ منها. انا دركيت جيت قشرت التشينا البنات، راح ندير لكم عصير تاع برتقال كيما راكم قاعدين تشوفوا، ويعني وتشوفوا كيفاش يحافظ على اللون تاعكم تاع الفاكهه. ما تتاكسد صدقوني ما تصرى فيها حتى حاجه. بزاف الناس يقولوا لك نا امبوسيبل راهو يقضي يعني على كميه كبيره من الفيتامينات. هذا البنات راهو ما يخدمش بهذيك الشفرات الحاده، ما يخدمش يعني بهذاك السكين هذاك الحاد اللي يقطع لكم الحبه نتاع الفخوي ويعطيكم العصاره اللي راهي فيها. نا هذا يخدم بها كيما كنت نعتلكم بهذاك الكاوتشو هذاك اللي اللي كيما نقولوا يكرازي لكم الحبه تاعكم تاع الفاكهه ويخرج لكم العصاره اللي تكون فيها. شوفوا منا البنات يخرج لكم العصير تاعكم، وعلى الجهه الاخرى يخرج لكم هذيك لا بولب ناشفه تكدبوا يعني قطره تاع نقطه نتاع سائل ما تقعد فيها. وما تنساوش باللي راهي مام هذيك البقايا هذه اللي تخرج راكم تقدروا تستعملوها في المسكوتشو مثلا تعطروا بها. يعني عندها تاني استعمالات واحده اخرى كيما راكم تشوفوا لهنايا كيما هكذا.
نحط الفاكهه تاعي من الفوق فيها العصا هذيك، يعني اللي تحاولوا تعبزوا الفاكهه تاعكم باش تزيد تنزل لكم وتترحى كيما هكا. بسم الله ما شاء الله. شوفوا العصير تاعي كيفاش خرج اللون نتاعو. صدقوني كيما راكم قاعدين تشوفوا فيه في الصوره هذيك هي الحقيقه تاعو، نفس اللون تاع الحبه كي قشرتها، نفس اللون تاع العصير اللي خرج لي البنات. لهنا كيما راكم تشوفوا هاني كليكيت على البوطون هذا اللي دور لي الميكانيزم عكس الدوران الاصلي، نحط قطرات من الماء يخرجوا لي كامل هذيك البقايا. والله كامل هذيك البقايا تاع العصارات تاع الفاكهه اللي قعدت لي. هذا مكان شوفوا الميكانيزم يعني تنقى وحده سبحان الله. وهذه كما قلت لكم هذيك البقايا. وبالنسبه للسعر تاعو حبيباتي انايا شريته ب 3 ملايين و100 والله و200، يعني خانتني الذاكره. عندي شحال هذه دوكا ملي شريته. لا مارك هذه مولينكس كما قلت لكم اون مارك معروفه. ان شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا معايا من كامل المعلومات اللي عطيتها لكم البنات. عطيت لكم يعني اهم المعلومات اللي تحتاجوها قبل ما تشريو. انا صراحه والله غير لقيته كل حسنه حبيباتي. دوكا سورتو جاي هكا وقت التشينا، سورتو جاي وقت الحمضيات هادو نحبوا نعصروا ونشربوا. فيه العصير تاعي انا حبيت نخرجوا بلا بولب اللي تكون فيه. لا بولب ها هي في الكاس، يعني كي شربت بقات لا بولب هذيك في الكاس. دونك اللي تحب كيما نقولوا تستفاد من الفيتامينات هذوك اللي يبقاو في لا بولب، ما عليها غير تخلي هذاك الكادنه هذيك محلوله ريحه تخرج لكم كامل لا بولب اللي راهي في الفاكهه تاعكم. دوك يتكلل من الكوزينه جيت للصال دو بان كيما راكم تشوفوا حبيباتي. القش اللي ما كانش منه مهروب، يوميا لازم يكون القش ولازم يكون الغسيل. دونك انايا درت الغسله تاعي تاع القش، خرجته من لا ماشينا لافي. ديتو هكا باش ننشرو يعني يزرب ينشف لي. بيسك راني قاعده نبروفيتي البنات كي تعود غير شويه تاع سخانه نزرب ننشر القش هكا باش ينشف لي وندخلو. قبل يعني ما تصب هذيك الشتاء والله بيسك ساعه على ساعات غدرنا هذيك الشتاء ونلقاوها تصب. تاني جيت للزربيه قلت لازم مني نغسلها لانه كانت موسخه، وشفتوني كيفاش بدلتها، حطيت الزربيه الاخرى ونحيت هذه. حبيت هكا نغسلها مادام مازالت شويه سخانه. وصدقوني كيما كان الحال يا البنات غسلتها ونشرتها والله العظيم غير شاحت لو ميم جوغ. كانت حنا عندنا هاد الدو جوغ اللي فاتوا واحد السخانه. ربي يعني يقدرنا وهذا ما كان. دوكا منا وجاي عم بالكم راهو جاي الموفيتون، على هذيك حبيت نزرب بها. دونك شاحت يعني حاليا دخلتها الحمد لله يا ربي. لهنا البنات انا غسلتها بهذا الجل ماجيك هذا. الغاز خرجها لي تضوي وهذيك الريحه اللي فيه وقعدت لي في الزربيه ما شاء الله. صدقوني كي طبقتها وخبيتها قعدت معطره بهذيك الريحه يعني تهبل. وهذا الغاز هذا البنات. الجل ماجيك هذا الغاز راكم تقدروا تستعملوه في لا ماشينه لافي يعني للقش نتاعكم. لانه هو سبيسيال تاع القش. انا حبيت نغسل به الزربيه خرجت لي تضوي ويرغون، يعطيكم واحد الرغوه يعني ما شاء الله. بيسك حنايا معروفين يعني لو كون ما نشوفوش هذيك الرغوه، شوفوا الرغوه كيفاش راهي خارجه. انا لو كون ما نشوفش هذا الرغوه قدامي تبان لي ما غسلت ما درت حتى حاجه. دونك راهو يرغون ما شاء الله. انا حطيت شوفوا استعملت غير زوج مغارف منه، حطيتهم في هذاك الماء. حليتهم شويه وبديت نصب في هذاك الماء على الزربيه ونحك. هذا مكان. وليت شللتها يعني تخي بيان قلت لكم ونشرتها. صدقوني غير شاحت لو ميم جوغ يعني انا كدبت. وشوفوا البنات دوك حنبارطاجي معكم هذا البيدون هذا سحري صح، صدقوني غير سحري وحسنه في الدار. انا لقيته حبيباتي كيما الحسنه، ولو كون ما لقيتوش كيما هكذاك كيما راني قاعده نهضر لكم والله العظيم ما نزيد نعاود نبارطاجيه معكم. عندي بالك دركيسك عام ونص ملي شريته يا خواتاتي لنفيض به. هكا ما نقولكمش التسياق العميقه. المسيح هذاك تاع كل يوم به نحى عليا هنا كبيره. شوفوا البنات لهنايا كي عصرت الشيفون هذيك كيفاش خرجت يعني يدي قاعده نعسلكم فيها ناشفه يعني يسيق لكم ويعاود ينشف لكم ما شاء الله. والوغ لا نفيض الناس اللي يحبوا ينفضوا به الحيوط هذا هو دواكم، صدقوني غير هذا هو دواكم. انا يا دوكيت راني نديرو لنفيض بيان سور لازمني نبدل هذيك النشافه هذيك اللي تكون فيه.
راهي متواجده في الاسواق وقت راهي كانت مكانش في الصيف، عييت نحوس عليها مكانش ودوك قالوا لي عاودت دخلت. كيما في ارديس راهي متوفره، لازم تبدلوها كيما نقولوا تاع الحيوط ديروها وحدها وتاع الارض تكون وحدها. هذه حاجه مفروغ منها. سينا انا لقيته كي الحسنه اسمه الجاتسي، جاتسي البنات. هذا باغيكس، هذا تاع الترك. شريته 280 الف، نورمالمون 300 خلاها لي 280 الف. هاني قاعده نفيد فيكم حبيباتي بكامل المعلومات، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منهم انتوما. انا جيت هاني قاعده نمسح به، هذا هو المسيح تاع كل يوم، ديما نستعمله يعني سورتو في المسيح تاع كل يوم. نمسح به عادي جدا. كيعود عندي هذاك التنظيف العميق هذاك الكبير، خلاص هذاك اللي لازم ندخل للشوك ومن الشوكه للشوكه. نحك الساعه بالمصلحه، تقدروا ماما تحكوا بالمصلحه وتجبدوا بالفخوطوار وتعاودوا تنشفوا به. راهو قلت لكم كيما الحسنه يا خواتاتي. هذه هي، انا جيت لهنايا سيقت الدنيا يعني درت عليها كامل مسحتها كيما راكم قاعدين تشوفوا. هذا هو دور الام، ربي ان شاء الله كيما يقول لك يجعلها لنا في ميزان حسناتنا. وهذا مكان نحب نبارطاجي معاكم هاد اللقطات هادو البنات تاع الروتين اليومي اللي يحفزكم ويخليكم توقفوا على دياركم حتى نتوما وتفهموا باللي راهم كامل الامهات كي بعضاهم. مهما يكون مستوى المرأة، مهما يكون ومهما تكون خدامة مايش خدامة، متزوجة مايش متزوجة، هذه الخدمة ما كانش منها مهروب، وانها تقوم بدارها لازم ولا بد عليها. وشوفوا سبحان الله، انا من نفسي تكون عندي هكا راحة وسكينة كي نشوف داري نظيفة، يعني كل حاجة في بلاصتها، نشوف روحي قايمة بالدور تاعي اللي لازم نقوم به. عندي الدنيا وما فيها. ان شاء الله نكون بثيت فيكم حبيباتي كامل هذه الطاقة الإيجابية وهذا الحماس إن شاء الله وهذا التحفيز، باش اللي ما تقدرش تخدم ولا تعيا ولا تقول لك علاه وحدة قاعدة والأخرى تخدمنا، رانا كامل كي بعضانا، كامل نخدموا كي بعضانا، كامل متعوبين كي بعضانا. ربي إن شاء الله يجعلها لنا في ميزان الحسنات. وهذا ما كان. قبل ما نبداو في الطياب البنات رايحه نجاوبكم على هذا الطاجين ولا الببوطه اللي جاتني عليهم اسئله بزاف. شوفوا الله يبارك الطاجين هذا كيفاش راهو غامق، يعني يطيب لكم اطباق بكميه ما شاء الله، تاكلوا وتوكلوا. انا هذا هو الهدف اللي شريت عليه هذا الطاجين، لانه عندي ديجا طواجن من قبل وشي هو ما مش غامقين كيما الطاجين هذا. بالنسبه للطاجين هذا البنات انا شريته من مغنيه، من السوق تاع مغنيه. هذا مكان السعر تاعو راني نسيته، يعني شريته 100 وحاجه ولا 200، نسيت السعر تاعو. على كل حال بالنسبه واش نديروا للطواجن تاعنا ولا البابط هادو تاع الفخار قبل ما نبداو نطيبوا فيهم، يعني كي نشريوهم جدد واش نديروا لهم البنات. هذه الحاجه عن تجربه وسالم جرب وما تسالش طبيب. ما يقولوا لكم لا غليوا الماء لا ديروا الشحمه لا ديروا الزيت لا والو، عندكم تجيبوا هكا باسينه تاع نيله تحطوا فيها الطاجين تاعكم ولا البرمه، المهم الحاجه تاع الفخار اللي رايحين تستعملوها تحطوها في هذيك الباسينه، تحكموا تغليوا الماء لازم يكون مغلي، لازم يكون يبقبق، تفرغوه فوق هذاك الطاجين ولا هذيك الببوطه وتخليوه يباتوا ليله كامله في هذاك الماء حتى ل 24 ساعه وهما في هذاك الماء. من بعد تصفيو هذاك الطاجين ولا البرمه تاعكم وتحطوا طيبوا فيهم على النار بشكل عادي جدا. من الافضل تستعملوا قصديره كما هذه اللي راني مستعملتها انا. هاد العفسه هذه اللي راني حاطه في وسطها الطاجين، هذه شريتها انايا من بويره، من ستاسيون هذيك الكبيره تاع بويره، شريتها من تما راه يدير غير 60 الف شريتها. هذه تحمي لكم الطاجين تاعكم من القوه هذيك تاع النار، يعني ما يكونش كونتاكت بين الطاجين تاعكم والنار. ومن الافضل طيبوا البنات على نار تكون دليله، لانه الطاجين ولا الببوطه تاع الفخاره واللي تزيد تكون مغطيه بالغطاء تاع الطين هذيك راهو لي فتحها من بعد كي تسخن الله يبارك راهو يولي كيما لا كوكوط، يعني وش ما حطيتو فيه رايح يطيب لكم ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. نرجعوا للطبق تاعنا قبل ما يفوتني الحال البنات، رايحه ندير معكم طاجين بطاطا. البطاطا هذه البنات الطاجين هذا يعني شوفوا من اسهل ما يكون.
بنه، تجيكم واحد البطاطا مجمره معسله. العسل اللي يقطر منها يا البنات، يعني ديروها كما يقول لك بلا لحم لا دجاج لا حتى حاجه. جيبوا شويه تاع بطاطا، دوك لي زيبيس نعطيهم لكم، وديروا اروع طاجين تقدموه لافراد الاسره تاعكم. اول حاجه يعني انا وفاتني ديجا المقاطع. جبت الطاجين تاعي، درت شعلت النار دليله، حطيت فيه البصل، عندي حبه تاع بصل هكا، انايا ميكسيتها يعني بالبغا ميكسور ميكسيتها، باش الطاجين تاعي يعني يجيني لابي وتجي يجي معسل. حكمت ميكسيتها، حطيت ملح فلفل الكحل، حطيت راس الحانوت، حطيت العكري، وحطيت الكركم هذه في الطاجين، وقليت بزيت الزيتون. اساس الطاجين هذا هو زيت الزيتون يا البنات. قلت لكم نديروا الطاجين تاعنا على نار دليله، ونخليو هذيك البصل وهذوك لي زيبيس كامل يتقلاو مع بعضهم بدون ولا قطره نتاع الماء. وشي هو نبقاو يعني واقفين على على هذاك الميلانج هكا باش ما يتحرقلناش. وهذا مكان من جهه واحده اخرى جبت الكسرونه هذه تاعي، حطيت نفس لي زانغريديون اللي درتهم في الطاجين درتهم من هنايا في التتبيله هذه، ابار البصل يعني حطيت زيت الزيتون، حطيت الملح الفلفل الكحل، حطيت الكركم، حطيت راس الحانوت، وحطيت العكري، حطيت الثوم البنات حطيته لهنايا، درت 3 سنينات كبار نتاع الثوم ربيتهم، وحطيت كميه معتبره بين الحشيش والمعدنوس، قطعتها رقاق كما كنتو قاعدين تشوفوا فيا، وبيان سور كما قلت لكم زيت الزيتون. خلطت كلش في بعضه، جبت البطاطا تاعي قصيتها دي رانديل، راكم شفتوا الحجم تاع لي رانديل بها بالطماطم كما شفتوها. خلطتها مليح في هذوك التوابل باه تتشرب مليح هذيك التتبيله، وتجيكم البطاطا تاعكم فريمون بنينه. من بعد بديت نستف فيها في الطاجين كيما هكا. لهنايا راه ديجا تقلات هذيك البصله وتعسلت، يعني ما شاء الله هاكم شفتوا يعني في المراحل كامل ما قطعتها لكمش، جازت على عينكم. قلت لكم اروع طاجين تقدروا ديروه، لا لحم لا دجاج لا حتى حاجه. ما كان حتى وحده تقول لك ما عنديش اللحم ولا ما عنديش الدجاج. ديري سيداتي هذا الطاجين هذا يجيك معسل مجمر، واحد البطاطا رايحين تاكلوا صباعكم وراها يا البنات. كيما هكا راني قاعده نستف في الطاجين بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش كيما نقولوا كيفاش يعدلوا الطاجين تاعهم. لانه هذا الطبق البنات ماكمش رايحين تنحيوه كيما نقولوا من الطاجين، يعني رايحين تقدموه كيما راكم كيما هكا. على بها كيما نقولوا لازم نعدلوه، لازم نستفوا مليح الخضره تاعنا. الله الله، العين كوميم تاكل قبل الفم. هذه هي. لهنا راني قاعده نستف في هذيك البطاطا، نحط 2 حبات بطاطا مع طرونش هكا تاع طماطم كيما هكا بهذه الطريقه. نزيد نعمر الوسط، ولهنايا حطيت ربع كاس تاع ماء باه زدت شللت بركيتك مليح هذيك التوابل وفرغتهم فوق البطاطا. زدت لهنايا بحبيت نبنن بشويه تاع زيتون، الزيتون تاني يزيد لها بنه يعني كبيره كيما هكا. نزيد نحطو من الفوقه بهذه الطريقه، ونديكوريو كيما قلت لكم الطاجين تاعنا كيما هكا، ونغطيوه نخليوه على نار دليله. يبدا الطاجين تاعكم يطيب غير بشويه البنات. صدقوني كما قلت لكم رايحين تتحصلوا على اروع يعني طاجين تقدموه لوليداتكم، اللي تحب دير مع طرف كسره ولا اللي تحب مع الخبز ولا حاجه. المهم هذا من اسهل الاطباق اللي تقدروا ديروها في رمشه من العين. كما راكم تشوفوا الله يبارك البطاطا هذيك راهي طابت، شوفوا المرقه كيفاه تلبات ما شاء الله. نتوما في المرحله هذه بعد البنات ما تبان لكمش زعما بلي راهي المرقه بزاف، لهنا بعد ساي ديجا راكم تطفيو عليها، لانه الطاجين تاعكم راهو يبقى حاكم هذيك السخانه الكبيره. يعني ما نتوما في بالكم راكم طفيتوا على الطاجين تاعكم، بصح الطاجين راهو يكمل يطيب، لانه هادو تاع الطينه البنات راهم قلت لكم يحكموا السخانه لدرجه كبيره. لهنايا طويج نتاعي الله يبارك معسل مجمر كما راكم قاعدين تشوفوا. نستناه غير يبرد وبالصحه ولهنا. لهنا البنات يعني غير كواليس تاع الخدمه تاعي اللي خدمت المقروض. حبيت ندير هكا شويه تاع مقروض، درتو يعني باصغر كيله غير هكا للدار نستقهواو به. يعني جا واحد المقروض بسم الله ما شاء الله، باذن الله نبارطاجيه معكم. قولوا لي اذا تحبوا نديره لكم يعني في وصفه في فيديو مخصص المقروض الكوشه، لانه مقروض الكوشه فيه كيما نقولوا هكا خدمه كبيره وفيه اسرار كبيره باش ينجح لكم ويعطيكم هذا
هاد النتيجه. شوفوا الله يبارك كيفاش جا، شوفوا الغرس كيفاه راهو في الوسط من الطرف حتى للطرف، كيفاه تطبعوا المقروض نتاعكم، كيفاش يعني تتحصلوا على حبه بيان فيني كيما راكم قاعدين تشوفوا فيها البنات. يجي يدوب في اليد قبل الفم، صدقوني غير يدوب في اليد قبل الفم. من بعد كي يطيب رايحين تشوفوه معايا. انا هادو هما لي بلاطو اللي نطيب فيهم المقروض تاع الكوشه. عندي دو بلاطو منهم، هادو في زوج البنات كي تجمعوهم راهم يجيو اكثر من بلاطو كبير تاع الكوشه هذاك اللي يخرج برا يعني عند الكواش. هاد لي بلاطو يساعدوني بزاف بزاف في الطياب، ويعطيوني نتيجه رائعه للمقروض نتاعي. هذا مكان اللي هنايا كما راكم تشوفوا هادو الحرابش قاعده نعدل فيهم هكا ونطبعهم بهاد يعني الطريقه. شوفوا قلت لكم جاني واحد المقروض ما شاء الله. اذا تحبوا البنات خليوا لي كامل تعليقاتكم، نديره لكم يعني في فيديو مخصص المقروض الكوشه. هذا مكان ان شاء الله نعاود نبارطاجيه معكم كامل التفاصيل نتاعو واسرار النجاح نتاعو، اسرار الورشات اللي راهم يديروا فيها بالدراهم، يعني يديروا فيها حتى المليون ونص هكا. تعلمك المقروض وتنعت لك كيفاش ديريه. انا نعطيها لكم كامل باطل، هذا بيان سور اذا حبيتوا. هذا مكان كان، هذا هو الفيديو تاعي حبيباتي اللي بارطاجيته معكم. ان شاء الله يكون عجبكم واني جاوبت يعني على معظم الاسئله اللي سالتوها لي. بالنسبه تاني للبوا تاعي تاع المطبخ البنات جاتني تاني عليه اسئله بزاف بزاف. البوا هذا البنات راهو كيما نقولوا له مضيافه البنات، اسمه الهاي جلوس، اسمه الهاي جلوس، وهذا راهو تاع الاسبان. بيان سور الحاجه تاع لامبورطاسيون ما يجيش السعر تاعها كيما الحاجه لوكال. والمطبخ تاني بيان سور يكون صغير يكون كبير، يعني كل واحد ولي ديمونسيون تاعو تاع المطبخ. يعني واحد ما يقدر يعطيكم السعر تاع المطبخ شحال يسقام الا الانسان لازم اللي يجي يكيل ويشوف ويشوفكم نتوما واش راكم حابين، واش حابين تستاليو في المطبخ هذا تاعكم. كاين دي زوبسيون تحبوا تزيدوهم تحبوا تنقصوهم، هو الوحيد يعني اللي يقدر يدير لكم الدوفي تاعكم تاع الكوزينه شحال تستقام لكم. ماذا بيا ثاني حبيباتي تخليوا لي ارائكم في الفيديو، قولوا لي اذا عجبكم ما عجبكمش. هذه هي ارائكم راهي تهمني بزاف بزاف. ماذا بيا ثاني تدعموني قدر المستطاع بلي جيم بالبارتاج، بالناس اللي ماهيش مابونيه القناه تابونيها، وتفعل زر الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد، يعني كل فيديو ينزل يخرجوا لكم هذوك لي نوتيفيكاسيون باللي راهو نزل الفيديو جديد وتقدروا تشوفوه من الاوائل. شكرا لكم تاني حبيباتي على التعاليق الطيبه تاعكم اللي راكم تخليوها لي. ربي يديمكم في قناتي ان شاء الله وتاج فوق راسي ان شاء الله، ديما نكون متميزه معاكم بحوايج اللي تفيدكم. والاسئله تاعكم حبيباتي راني ديما نحاول نجاوب عليها قدر المستطاع، يعني كل ما هكا كان عندي وقت في الفيديو راني نجاوب على الاسئله اللي راكم تخليوها لي. يعني بزاف بزاف اللي راني نجاوبهم في لي كومونتير، اللي تكون الاجابه طويله وفيها كما يقول لك نقاش هذيك راني نجاوب عليها في فيديو تفصيلي كما درت اليوم. هذا ما كنشوفوا المقروض تاعي البنات كي طاب كيفاش جا، بسم الله ما شاء الله، يعني طاب على حبه. انا شوفوا من لو جوغ البنات اللي ما نخليش المقروض نتاعي يبقى معجن. المقروض لا كان بقى معجن راهو ما يداومش معاكم، راهو يغمل ويفسد ومن بعد ميم لو غو تاعو يتبدل. انا المقروض تاعي راني نطيبو للقلب ويجي يدوب يدوب يا البنات في اليد قبل ما يوصل للفم. كيما راكم تشوفوا راهو طايب كيما الفوك كيما اللوط، بسم الله ما شاء الله. شوفوا الغرس كيفاش يجي طري، يجي معسل الغرس، يجي معسل للداخل، ابدا جامي يجيكم يابس والله يجي يعني فيه مشكل. ان شاء الله نبارطاجي معكم الوصفه اذا حبيتوا بكامل تفاصيلها كما قلت لكم. اللي هنايا لبست وعدلت الله الله، حبيت نقعد مع راسي شويه مع وليداتي، شحرت هاد الصحين هذا تاع المقروض كما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش جا الله يبارك، صدقوني اني نشوف فيه وراني متشهيته، لاني يعني صراحه ما درتش بزاف غير الويكاند هذا برك اللي درتو ديجا راهو خلص. درت هكا كميه قليله فقط اللي شربنا بها قهوه العصر، يعني قعد لي واحد اليومين ولا ثلاثه. هذا مكان لهنايا طيبت كما قلت لكم فنيجل تاع قهوه قعدت به راسي، لبست عدلت ديما تاني هكا نحاول نعطي قيمه لنفسي ونعطي وقيت لعمري. نلبس نعدل ندير بارفان، نحط هكا فنيجل تاع قهوه قدامي يدوروا بيا ولادي. الحمد لله يا ربي الدنيا وما فيها، ربي ان شاء الله يديم علينا صحه الابدان، هذيك هي كل حاجه. نحب نقابلكم غير بالحاجه اللي تكون مليحه
ومن مقامكم حبيباتي. هذا ما كان نقول لكم، الى الملتقى ان شاء الله في فيديو قادم يكون فيه ابداع من نوع واحد اخر ان شاء الله، نبارطاجي فيه معكم كل حاجه تحبوها وترضيكم يا رب العالمين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى الملتقى ان شاء الله.